اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين؟ معكم الحفصة من قناة زي فود. تعالوا بقى نعمل، لو عندك شوية شوربة متبقيين هاتيهم، هاتي كوبايتين من الشوربة، بدل ما تعملي ملوخية مش الكل بياكلها. لا اقولك هتعملي وصفة عايزة اقولك الكل بيموت فيها. هي ايه؟ الكشك اللي هو قلمص. هتجيبي كوبايتين من الشوربة وتقومي حاطة فيها نص كوباية من الرز، والشوربة تغلي الاول، بعد كده تحطي نص كوباية من الرز وسيبيها تستوي معاها. وبعدين يا ست الكل تقومي جايبه كوبايه من الحليب تدوبي فيها معلقتين من الدقيق، تمام، وتنزلي عليها. وشوفتي السهوله، وتقلبي بقى لحد ما الخليط يتقل ويبقى معاكي بالجمال ده. مش محتاج الا رغيف عيش جنبه كده وبيبقى معانا تحفه. تغمسي بقى كده وبألف هنا وشفا. عايزه اقولك طعمه حلو جدا. وجبت بقى بصلايه، بصلتين كده، رحت مقطعاهم جوليان، ويا اما بقى تكرمليهم بمعلقه سكر او انك تحمريهم عادي جدا، وتحطي شويه على الوش وشويه في قلب الخليط. وبصي بقى الجمال والحلاوه والطعامه. عايزه اقولك في طبق تاني زي ده في الحله، تمام، طعمه حلو قوي. ادي الطبق التاني اللي في الحله، ما شاء الله يعملوا طبقين. طبعا البني ده البصل. عايزه اقولك طعمه حلو جدا جدا جدا، جربي وهتدعيلي. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه سهله وبسيطه. عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم الحفصه من قناه زي فود وشوفوا. طب ما قلتناش ده يتحط جنب ايه؟ عايزه اقولك ممكن تعمليه جنب صينيه رقاق، ممكن تعمليه جنب صينيه جلاش، ممكن تحطيه كده جنب، يعني حاجات كتيره حاجات كتيره بصراحه تنفع معاه. بدل بقى ما تعملي شويه ملوخيه، لا اعملي ده، بيبقى مشروع، بيبقى حلو جدا. باي باي.